السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله الا بذكر لا تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. رخيصة ومالية السوق، والتلاتة ب20 جنيه. جبت 3 كيلو ب20 جنيه زي ما انتوا شايفين كده، ومكملين مع بعض سلسلة تفريزات شهر رمضان. حاجة كده يا بنات اللهم بارك، جميلة ورخيصة ومالية السوق. جبت 3 كيلو وجبت عليهم 3 ربطات يا بنات كزبرة. خلوا بالكم ان انا كده بنضفها واحدة واحدة. والسبانخ يا بنات لازم تتغسل الاول وبعد كده اقطعها عشان ما تفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها. كده بنضفها، بصوا بقى، عود عود يا بنات. بطلع اي حاجه صفرة، اي حاجه مش كويسه، امسكيها نضفيها كده عشان تبقى زي الفل. وطبعا الغسيل يا بنات مش هقول لكم بقى على الغسيل، يعني طبعا عشان انتوا عارفين بتبقى لما ميكروبات قد ايه وطينه. بصوا طبعا الكميه اللي معايا يا بنات انا هقسمها على مرتين عشان احط لها ميه بخل وتقدر تبقى نضيفه معايا، ما خليهاش كلها فوق بعضيها في قلب بوله واحده ومش هتنضف معايا. كده زي ما انتم شايفين بقطف اهوت، بقى انضفها اهوت، بنضف الكزبره بتاعتي بعد ما خلصت السبانخ كمان اهوت. نضفيها كلها، بصوا ما تخلوش فيها اي حاجه خالص نهائي اهوت. زي ما انتم شايفين بصوا نضفتها، وبصوا بقت عامله ازاي، ما شاء الله يا بنات. تعالوا بقى كده، يلا على الحوض بتاعي، سمي الله صلى على الرسول كده، شجعيني كده باجمل لايك. بصوا يا بنات الطينه عامله ازاي، مجرد بس ان انا نضفتها كده انزل كده بيها في حله بقى اهوت. وطبعا زي ما قلت لكم انا قسمتها كده على بولتين، واحط بقى شويه خل بقى، وابدا بقى كده انزل بقى كل الميه دي عليها. وعايزه يعني احط لها خل كده وهنزل ميه عليها. بصوا زي ما انتم شايفين كده، اغطسها كده لتحت واغسلها حلوه قوي واصفي الميه دي. بصوا الميه عامله ازاي يا بنات. اهم حاجه يا بنات الغسيل مره واتنين وعشرة كمان عشان تبقى نظيفه معاك وتبقى زي الفل. شايفين ايدي؟ مش عايزه اقول لكم انا غسلتها كام فم. اهم حاجه بنزل الطينه ديت الاول خالص، وبعد برضك كده هنقعها برضك بميه وخلي برضك شويه عشان تنضف معايا تمام وتبقى نظيفه، عشان بيبقى مليانه طينه حبايب قلبي، لازم تكون نظيفه جدا. بصوا ما شاء الله الميه بقت تظهر معايا عامله ازاي كده. الميه اهوت بقت نضيفه. احط حبه خل كمان وانقعها كمان شويه، ما تستعجليش عليها وما تزهقيش. كده غسلتها فم واتنين، بوريكم الميه بصوا لما اتصفت بقت زي الفل. ابدا بقى كده ارتبها تاني من اول وجديد اهوت. احط الرز كده جنب بعضيها اهوت، وابدا اقطعها يا بنات. ما شاء الله اللهم بارك، تفريز سهل وبسيط جدا من غير اي افتكاسات ومن غير اي حوارات، ومن غير بقى ما نحط ميه ونحط ليمون ونحط اي حاجه. لا، هتتقطع كده زي الفل. والتقطيعه اللي انت بتحبيها، عايزاها بايدك كده، عايزاها في الصينيه زي ما عامله، المتاح اللي انت عاوزه تعمليه اعمليه. انا بديك الفكره وانت بتعملي اللي انت عاوزاه. قطعتها طبعا، والتقطيعه برضك زي ما انت عايزه. انا بوريكي برضك الطريقه زي ما انتم شايفين كده اهوت. اهو بصوا ببدا ارص ازاي من اول، برصها من اول وجديد تاني كده، هرصها اهوت مظبوط. وطبعا يا بنات سبتها لما صفت تماما خالص علشان لما اجي افرصها احطها في الفريزر ما تعملش معايا تلج. اهم حاجه التفريز بتاعها، مش عايزاها تبقى فيها تلج خالص نهائي. صف حاجتك كويس جدا قبل ما تحطيها في الاكياس وتحطيها في الفريزر بتاعك. كده انا بسويها زي ما انتم شايفين كده اهوت، بسوي الكميه اللي معايا كلها. والكزبره يا بنات ما شاء الله دول 3 كيلو عليهم 3 ربطات كزبره زي ما انتم شايفين كده اهوت. وابدا بقى اقطعها التقطيعه اللي انت عاوزاها. ما شاء الله يا بنات جميله جدا، جربوها تعجبكم. اهو كده بخرط الكميه معايا كلها زي ما انتم شايفين. وهسيبها برضك في الصينيه برضك شويه تاني تنشف برضك عشان لو كان فيها اي ميه تنشف معايا. كده انا مجهزاها اهوت زي ما انتم شايفين كده. بقطع طبعا الراس اللي هي الحمرا دهيت اهو بصوا. وبخرطها بقى التقطيعه اللي انت عاوزاها. صليتوا بقى على النبي ولا لسه؟ صلوا على النبي بقى كده حبايبي واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اهو بصوا شكلها عامل ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. خلصت الكميه كلها يا بنات، هسيبها في قلب الصينيه تنشف شويه قبل ما احطها في قلب الكيس. كده بقت ما شاء الله تمام زي ما انتم شايفين في الشنط بتاعتي بقى كده. وابدا بقى اقسمهم بقى، مش هقفل الشنطه الا لما اقسمهم كلهم على بعضهم. وكده هيجوا معايا 3 اكياس كويسين جدا بمعدل كل كيس كيلو. زي ما انتوا شايفين كده، ممكن تقسمي الكيس كده على مرتين زي ما انتوا عايزين. كده انا بقسمه اهو زي الفل زي ما انتوا شايفين. كده خلصت الكميه معايا. طريقه سهله وجميله جدا. طبعا بطلع الهوا يا بنات خالص زي ما انتوا شايفين، واربطها واحطها في الفريزر. ده كان فيديو بسيط من فيديوهات النهارده تفريز السبانخ. جربوه على ضمانتي وهيعجبكم جدا. لايك وشير كتير عشان يوصل كل جديد من قناتي. دعوه حلوه من قلبي وكليكي من المثل. اسيبكم في حفظ الرحمن. سلام.